كتير مننا لاحظ إن العالم اتغير من سنة 2019 وكل الناس بقت حاسة بتوهان، والحياة بقت سريعة جدا لدرجة إن أغلب الناس مش مصدقين إن إحنا بقينا في 2025. أكن سنة 2019 كانت السنة الفاصلة، لكن يا ترى هل الشعور ده حقيقي فعلا؟ أو خلينا نقول هل العالم كان فعلا مختلف قبل سنة 2019 وليه السنة دي بالتحديد؟ على مر الزمان العالم كله مر بأحداث كتيرة، أحداث خلت كل حاجة قبل 2019 مختلفة خالص عن كل حاجة بعدها، زي الحرب العالمية الأولى والثانية وانهيار الاتحاد السوفيتي واختراع الإنترنت وغيرهم كتير. أحداث كانت مهمة جدا لدرجة إنها أثرت على العالم كله لسنوات طويلة، بل كمان غيرت شكل الحياة بالكامل. وأكتر حاجة بتميز الأحداث دي إنها ما حصلتش ورا بعضها في سنة واحدة، ده حصلت على فترات متباعدة، وكل حدث كان بينه وبين الحدث اللي بعده عشرات السنين. لكن بقى لو بصيت لسنة 2019 بالتحديد والوقت الحالي اللي احنا فيه، هتلاقي ان في احداث كتيرة اثرت على العالم كله. وهنا انا مش بتكلم على حدثين او ثلاثة، ده انا هنا بتكلم عن عشرات الاحداث، ومش هبقى ببالغ لو قلت ان الخمس سنين اللي فاتوا العالم كله مر باحداث ما حصلتش على مدار ال50 سنة اللي عدوا. احداث سياسية واحداث اقتصادية وامراض واوبئة واحداث العالم كله اتورط فيها. بدأت سنة 2020 بمصطلح جديد ليه تأثير كبير على حياة الناس، وهو الكوفيد-19. ظهر في الصين لأول مرة، وبعدها بدأ ينتشر من مكان للتاني ومن دولة لدولة. فالكوفيد-19 أصاب حوالي 700 مليون إنسان وتسبب في وفاة أكتر من 7 مليون شخص. فكان الكل معزول جوه بيوتهم لشهور طويلة، وكتير من الأنشطة الطبيعية وقفت خالص. والشاهد بقى من القصة دي إن الأحداث الكبيرة بتتعلق في الذاكرة بشكل قوي وتقدر تفتكرها بكل سهولة. فكورونا كانت أكبر حدث حصل في حياتنا كلنا تقريبا، ومفيش منصة إعلامية غير واتكلمت عليها، وكانت إحصائيات الإصابات والوفيات كانت بتنتشر بشكل يومي. المصالح الحكومية والأماكن العامة كانت كلها مقفولة لفترات طويلة، ولما رجعت تفتح تاني كانت بتفتح بتعليمات صارمة. وفضل الموضوع ده لأكتر من 18 شهر، وعلشان كده أحداث كورونا بقت محفورة في أذهاننا، وده يعتبر أكتر سبب بيخليك تحس إن السنين دي كانت قريبة ومش بعيدة. وده بالإضافة لفترات الحجر المنزلي وقد إيه غيرت الكثير في أشكال الحياة، منها الإيجابي والسلبي. وكان من ضمن الإيجابيات هي فكرة انتشار التعليم عن بعد، والمدارس والجامعات كانت كلها مقفولة، وكان البديل الوحيد هو الإنترنت. وده اللي خلى التعليم أسهل وشجع الكثير من الناس إنهم يتعلموا مهارات جديدة، لدرجة إن سنة 2019 كان عدد الطلبة اللي بيستخدموا التعليم عن بعد كان حوالي 36% من إجمالي الطلاب في العالم. لكن بقى في 2020 النسبة دي وصلت ل 74%. ولو بصينا بقى من اتجاه تاني هنلاقي إن في سلبيات كتيرة انتشرت، أهمها كان انتشار فيديوهات الشورتس والريلز، وده أثر بشكل سلبي على تركيز الأطفال والشباب على مستوى العالم كله. ضيف بقى على ده الحالة الاقتصادية وقد إيه بقت غير مستقرة، وكتير من الناس خسروا شغلهم. ضيف كمان التباعد الاجتماعي اللي حصل، وبقى كل واحد منعزل لوحده ومالوش دعوة باللي حواليه. والمشكلة إن الموضوع ده زود معدلات القلق والاضطراب والمشاكل النفسية لكتير مننا، وفضل مستمر معاهم لحد دلوقتي. ففي مشروع بحثي تابع لجامعة ديوك اتعمل على 5000 شخص علشان يدرسوا حالتهم النفسية بعد ما الوباء ده خلص، فلاقوا إن 40% من الناس دي لسه برضه بتعاني من اكتئاب متوسط، و25% بيعانوا من اكتئاب شديد، وده على عكس حالتهم الطبيعية قبل سنة 2020. وفي استطلاع رأي عملته مؤسسة بروكنغز على 1000 شخص بعد ما الوباء ده خلص بسنتين، فلاقوا إن 30% من الشباب قالوا إن هم مش قادرين يسيطروا على حياتهم وحاسين إن الأيام هي اللي بتحركهم. ضيف عليهم دراسة ثالثة اتعملت علشان تثبت إن في تغير كبير حصل للناس بعد كورونا، فلاقوا فعلا إن الناس بقت أقل تعاون من الأول وأقل ثقة في نفسهم ومتوترين أغلب الوقت. وده بيأكد فعلا إن فترة كورونا من 2019 ل 2020 غيرت العالم كله وأثرت على نفسية كتير مننا بشكل كبير. طب هل كل اللي حصل ده كان بسبب كورونا بس؟ لا طبعا. فزي ما قلنا إن ال6 سنين اللي فاتوا حصلت أحداث كتيرة، هو فعلا أحداث كانت أقل خطورة من كورونا وما كانتش نفس تأثيرها وحجمها، إلا إن لسه كان في أحداث بتحصل واحد ورا التاني. من ضمن الأسباب اللي غيرت الحياة بعد 2019 هي الحرائق الضخمة اللي حصلت في البرازيل واستراليا بطريقة ما حصلتش قبل كده، واللي اتصنفت كأعلى موجة حريق حصلت على الإطلاق، والخسائر بتاعتها وصلت لنص مليار حيوان في الغابات الاستوائية. معانا كمان حدث الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة اللي حصلت في مدينة جاكرتا اللي في أندونيسيا، وفيضانات تانية حصلت في دول الخليج والقارة القطبية الجنوبية سجلت أعلى درجة حرارة ليها على الإطلاق. وكمان سقوط الثلج ببغداد
بغداد للمرة الثانية من حوالي قرن. ضيف برضو معانا عندنا في مصر وبالتحديد في أسوان سجلت أعلى درجة حرارة بشكل ما حصلش قبل كده، وصل ل 50 درجة مئوية، وزلزال بقوة 6.4 درجة. الزلزال ده ضرب جزيرة بورتوريكو، واللي اتصنف كأقوى زلزال ضرب الجزيرة على مدار قرن كامل. وزلزال كمان كان بقوة 7.8 ضرب تركيا وسوريا، وأثر على كتير من البلدان العربية، وده بيعتبر أقوى زلزال حصل في المنطقة في العصر الحديث، ومات بسببه أكتر من 50,000 إنسان. ومعانا كمان صندوق النقد الدولي لما حذر إن الاقتصاد العالمي هيقل بنسبة 3% بسبب اللي حصل في العالم كله بسبب كورونا، وده كان بيعتبر أكبر تباطؤ حصل في الاقتصاد العالمي من أيام الكساد العظيم لحد دلوقتي. وبالمناسبة اللي مش عارف موضوع الكساد العظيم فخلوني أوضحه سريعا كده. في يوم الثلاث 29 أكتوبر، وبالتحديد من سنة 1929 ل 1932، الفترة دي اتسمت بالثلاث الأسود. في سنة 1929 حصل كساد اقتصادي عالمي. الكساد ده هو أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في العالم لحد وقتنا الحالي، وحصل بسبب انهيار سوق الأسهم الأمريكي. فلك أن تتخيل إن فترة الركود اللي أغلبنا فاكرها اللي كانت بين 2008 و2009، الكساد العظيم بيساوي 10 أضعاف فترة الركود. أنا بس عايز أوضح لك حجم التأثير كان عامل إزاي على العالم. كان تأثير على الدول الغنية والدول الفقيرة، والأسعار والأرباح قلوا بشكل مهول، وده أثر كمان على التجارة الدولية وانخفضت ل 50%، وارتفعت نسبة البطالة لدرجة إن في دول أكتر من نص شعبها ما كانش عندهم وظائف. وفي النهاية انتهى الكساد العظيم في بداية الحرب العالمية الثانية. نرجع بقى لموضوعنا اللي كنا بنقول عليه. منظمة التجارة العالمية اتوقعوا انخفاض التجارة العالمية بنسبة أكبر من الأزمة المالية سنة 2008، وبالإضافة للأزمة العالمية للطاقة وارتفاع أسعار النفط. معانا كمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانسحاب أمريكا من أفغانستان بعد مدة وصلت 18 سنة، والحرب المستمرة على أهلنا وإخواتنا، وانتشار الوعي بين الشباب بخصوص القضية بغض النظر عن ديانتهم وجنسيتهم. ضيف عندك الذكاء الاصطناعي ال AI والتطور الرهيب في أجهزته، واللي هيكون سبب في اختفاء أغلب الوظائف، وغيرهم كتير من الأحداث العالمية المؤثرة والمهمة اللي حصلت في مدة قصيرة. الناس المتخصصة في علم النفس بيقولوا إن الأحداث العالمية لما بتحصل بشكل متتابع بتخلي الناس في جميع أنحاء العالم حاسة بعدم الاستقرار والأمان، وبيكونوا في حالة دايما من الخوف من المجهول، وده بدوره بيخلي أهدافهم وطموحاتهم وأولوياتهم تتغير بشكل مستمر حتى لو كانوا بعاد عن المشاكل والأحداث اللي بتحصل. فكل اللي قلناه هو السبب في إن كل الناس حاسة بحالة من الصدمة من سنة 2019، وإن العالم اتغير. ولو قارنت بين الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي مع الفترة والأحداث المأساوية زمان، فدي بتعتبر فترة مسالمة بنسبة كبيرة. في النهاية بقى، وقبل ما نقفل الفيديو، حابب أساعدكم بخطوات بسيطة تعملوها علشان تعيشوا حياتكم طبيعي. أول حاجة، حاول على قد ما تقدر تتجنب متابعة الأخبار، يعني خليها هي اللي تجيلك، وبلاش كل ما تسمع عن حاجة تروح تبحث عنها. تاني حاجة، ركز في شغلك أو دراستك وابعد عن المشتتات. 3، مارس الرياضة والتزم بيها. 4، ابدأ زور قرايبك وقابل صحابك زي زمان. وأخيرا، ما تنسوش قراءة القرآن الكريم وتكتروا من الأعمال الصالحة والدعاء لإخواتنا المستضعفين. نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. وبس كده انتهت حلقة النهاردة. لو انت لسه مكمل معانا لحد دلوقتي فأحب أشكرك جدا، ويلا بقى كمل جميلك ودعمنا باللايك والاشتراك والشير. وشكرا للمشاهدة عزيزي المستمع. أشوفك في حلقة تانية وسؤال تاني بإذن الله. سلام عليكم.